السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم حسن كمال، وده فيديو جديد للجهاز الاقرب الى قلبي بعد البيكسل، وهو ناثينج فون 2 ابيض. بص، الفيديو مقسم لكذا حاجه. اولا الليدات، ثانيا الهاردوير، ثالثا السوفت وير وده اهم حاجه، رابعا البطاريه، خامسا الكاميرات. فانت عايز تقدم براحتك قدم، عايز تتفرج على الفيديو كله يعني اكون شكل افضل حضرتك يعني. واحنا قلنا اول حاجه ايه؟ الليدات. بص، اولا في شويه ترويج حلو في الظهر بتاع الجهاز، الظهر بيبقى شفاف فيه ليدات. اولا لما بتيجي تعلي وتوطي عندك ليد بتكبر وبتنزل على حسب التعليه والتوطيه، يعني مثلا لو عليت للاخر هتوصل لغايه الاخر، للنص هتوصل لحد النص، وهكذا. دي ليد اللي جنب اللي بيعلي ويوطي. عندك ليد من تحت جنب الشحن، اول ما بتحطه بيجيب نسبه الشحن في الليد. نوتيفيكيشن معينه من الواتس معين تخلي ليد معين تنور بطريقه معينه. عندك بتنور على اي نغمه انت تحطها. عندك ممكن انت تعمل النغمه بتاعتك وتنور عليه. عندك ان انت مثلا لو عامل تايمر، الليد بتاعت التايمر تفضل تنزل 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 لحد ما التايمر يخلص. دي حاجات روشه كلها لو انت بتحط الجهاز على وشه. بس انا دايما بستخدم الجهاز كده على طول من قدام. فتيجي تاني حاجه نتكلم عن الهاردوير، هخليها تالت حاجه. وهكلمك تاني حاجه عن السوفت وير، وده اهم حاجه. طيب، السوفت وير هنا جميل ليه بقى؟ انا بحب الشركات اللي ما بتفزلكش. هو خد السوفت وير من جوجل، حط عليه شويه اضافات بسيطه واديني السوفت وير. طب ده بيديني ايه؟ او ايه اللي انا باخده مقابل ان هو بيحط حاجات بسيطه؟ باخد سلاسه جوجل، ان السوفت وير بيبقى سلس، بخش اخرج براحتي من اي ابلكيشن، اروح واجي في الجهاز. ال 120 هرتز دايما موجودين، دايما ثابتين، مفيش دروب فريمات، مفيش لاج، مفيش تهنيج. انا بص، انا عندي مشكله، انا الجهاز لاج معايا سنه بقى خلاص مش طايقه. الجهاز ده الحمد لله دايما سلس، دايما كويس، دايما ما شاء الله عليه يعني. ما بيهنكش، ما بيعملش. ده بسبب سوفت وير جوجل، ان هو ما معلهوش تعديلات كتيره، فعلى طول دايما الجهاز سلس. عشان كده لو اي حد يسمع الجهاز الموضوع بسيط. طب محتاجه بورده وشاشه من سامسونج، وتعمل انت الظهر وبطاريه من بتاع البطاريات، وتشتري سوفت وير جوجل وخلاص. الموضوع بسيط جدا وما تعدلش عليه كتير يا باشا. هو الاداء كويس، ليه تستعبط؟ في بقى شويه حاجات في السوفت وير روشه، زي ان انت لو غيرت الخلفيه، الوان الجهاز كله يتغير، والوان الايكون يتغير، والوان ايكون الواي فاي والكلام ده كله يتغير. شويه سوفت وير روشه من ناثينج نفسها، ان انت تقدر تكبر الايكون وتصغرها. في شويه ويدجت روشين منهم، فالجهاز بيبقى ليه اشكال كتيره جدا جدا. اول ما بتقفل اللوك النور بيختفي عنده كده، اول ما تفتح يفتح من عنده، اول ما تفتح بالفينجر برينت اللي هي يعتبر كويسه بتطلع من عنده، اول ما بتقفل بكليكتين من اي حته للشاشه الشاشه بتضلم عند الحته بالظبط اللي انت فتحت منها. دي كلها حاجات يعتبر تبع الاندرويد الخام. نروح بقى لنقطه الهاردوير، انا ما بهتمش بيه قوي. 8 جين 1 بلس معالج فلاج شيب يعتبر. هم المشكله ان هم ما جابوش معالج السنه دي، غالبا كانوا عايزين يسترخصوا في الجهاز شويه، عايزين يخلوهم $550، فحطوا 8 جين 1 بلس 12 رام 256 جيجا مساحه. فكل ده كلام جميل يعني. 256 جيجا مساحه كويس جدا، 12 رام، كل ده اداء فلاج شيب معاك. الشاشه شاشه ال تي بي او اوليد 120 هرتز، النتس بتاعها عالي جدا 1600 نتس، فانت بحيث لو عليت البتاع على الاخر هتشوفه كويس جدا جدا، ودي حاجه مميزه في الشاشه دي يعني. بس للاسف مش كيرف. في ناس بتحبها فلات زي كده، انا بحب الكيرف، بس هم عاملينها فلات. حواف يعتبر متماثله، مش شايف حاجه اكبر من حاجه، فدي حاجه برده روشه ايه في الجهاز، واشهد لها يعني. رابعا البطاريه 4700 ملي امبير. ما اعرفش ازاي اداها كده. انا الجهاز ده هنزل لك سكرين دلوقتي، السكرين ده انا واخده لتاني يوم استخدامي للجهاز. الجهاز كان لسه 23%، والجهاز كنت بستخدمه فوق السبع ساعات اليوم اللي قبله، سكرين اون تايم. والجهاز كنت دايما ما بفصلش النت، سواء واي فاي او داتا. والجهاز ما شاء الله ما فصلش معايا، وكمل اليوم اللي بعده، جاب 23%. اليوم اللي بعده كان ممكن، انا كان الكلام ده كان الظهر، كان ممكن يكمل العصر ولا حاجه. فبطاريه الجهاز حلوه جدا جدا. الكاميرا تعتبر تاني ليفل بعد الايفون والبيكسل، يعني هي كويسه. اديها مثلا اعطيه 7 من 10. بس طبعا الايفون والبيكسل ياخدوا 10 او 9 ونص، فهي كويسه كاداء، تصوير ليلي كويس، السيلفي يعتبر بتاعتها مش وحشه، الموضوع لطيف يعني. بس لو نزلت جوجل كام هتاخد اداء اعلى بكتير صراحه من الكاميرا بتاعت الجهاز نفسه. ده في السريع كده الناثينج فون 2. لو بتدور على عيوب، فالاكسسوارز بتاعته موجوده، فده مش عيب. بس قطع الغيار لسه ما جاتش قوي، فانت لو احتجت قطع غيار فدي هيبقى عيب شويه. بس قشطه، اي حد بيجيب جهاز دولي او جهاز زي كده يعني بيخليها على الله. تاني حاجه، انا بحس ان انا ماسك جهاز مسروق شويه، يعني انت بتاخد تصميم ايفون ناقص بس كاميرا ثالثه هنا، ويبقى ايفون وش وسوفت وير جوجل، فتحس ان هو عامل دمج بين الاثنين كده، فمش حاسس بهويه حقيقيه لهذا التليفون. ودي حاجه تافهه برضو يعني، مش مهمه قوي. بس انا كان مشكلتي في الناثينج فون 1 ان هو كان بيسخن، كان 765، كان 778 بلس اظن، كان المعالج بيسخن والاداء بتاعه ما كانش قوي معايا. ده اي جي 1 بلس صراحه ما بلاقيش سخونيه، الاداء كويس، كل حاجه في الجهاز ده صراحه رائعه. انا مشكلتي معاه بس، او مشكله الشعب المصري معاه، ان هو لو حصل له حاجه هجيب قطع غير منين والكلام ده. بس في ناس كتير بتشتري زي انا كده حاجات دوليه او حاجات ما بتنزلش مصر، عشان خاطر الاداء ده مش بناخده في الحاجات اللي بتنزل مصر، والماتيريال دي مش بناخدها في حاجات بتنزل مصر. يعني حاجات بتنزل مصر اصلا بتلاقيها واقعه جاب شاشه، الحاجات دي بتعيش شويه. الحاجات دي عامله ايه؟ عارفه لما تشتري مثلا عربيه معقين اوروبي، تقفيل اوروبي،
تبقى حالتها احسن من بتاع مصر، صح؟ وتقفيل مصري بالظبط، هو ده اللي بيحصل في الموبايلات. الحاجات دي بتبقى ماتريالتها انضف وبتبقى حالاتها انضف، فعشان كده بنصحك بشده بالحاجات اللي زي كده تشتريها وخليها على الله، يعني ان شاء الله تعيش معاك وانت برضه حافظ عليها واكسسوارز وبتاع، وان شاء الله مش هيحصل لها حاجه يعني. بس دي كانت مراجعه في السريع. لو كده طبعا انصحك بيه لو عايز تشتريه، وموجود في بيكسل ستور مستعمل بحوالي 24، نيو حوالي 26 سيلد، 512 بحوالي 28 ونص وسيلد برضو. خلي بالك بقى في نقطه بحبها قوي في الجهاز ده، دي كرتونه الجهاز ده، شايف متهربده ازاي؟ اولا الكرتونه المفروض هنا بتبقى كامله الحته دي كده، انت عشان تفتح الجهاز ده انت بتقطع الكرتونه، بتقطع كرتون من الكرتونه كده عشان تفتحها. دي حاجه عالميه نفس الشركات كلها تعملها. الكرتونه دي مستحيل حد يعرف يحط الموبايل تاني ويقول لك يا باشا دي متبرشمه ويخليها سيد، مستحيل، اصل انت قطعت الكرتون نفسه، فهو ازاي هيلحم كرتون في كرتون او زي يعملها؟ موضوع صعب. لكن نفس الشركات تعمل كده، الشركات دايما تحط لك حته بلاستيكيه كده تشيلها طق طق بقى سيل. ما هو ده اللي بيخلي الابل يبقى فيه مضروب منه كتير، والناس هنا في مصر ربنا يسامحهم بيقفلوا ابل ويقول لك ده جديد وهو اصلا بيبقى معاد تقفيله، وفي الامارات بيبقى فيه بلاوي سودا في الكلام ده ويغيروا نسبه البطاريه ويحطوا الموبايل جوه الكرتونه تاني ويقفلوه، يقول لك يا باشا ده جديد من ابل، ويضربوا سيريالات وبلاوي سودا يعني. فصراحه حيوم على الحركه دي ان الكرتونه بتبقى بايظه كده. صراحه الجهاز روش من كل ناحيه وحلو من كل ناحيه. بس مراجعه سريعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 6 مرات في اليوم.